تانية مشاهدينا، وفقرة خاصة جدا، فقرة نتذوق فيها معنى الكلمة الحلوة ونحاول نسمع فيها معاني يمكن احنا كلنا محتاجينها الفترة دي من وقت للتاني، محتاجين ان احنا نسمع كلمة مختلفة سواء وطنية او رومانسية او خاصة بالخيال او النقد الاجتماعي. والحقيقة معانا عمل تميز فيه الاستاذ عوض السوهاجي اللي منورنا النهارده في استوديو يوم جديد. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا فندم. ومنور الدنيا كلها. شكرا جزيلا لحضرتك. ومعايا اولى اعمال عوض السوهاجي، وهو كتاب بعنوان ما بين لحظة لؤى وفراق، وهو من الاعمال الخاصة بالشعر، الشعر الفصحى بقى يا استاذ عوض. العامية. ده لغة عامية. ديوان العلم. ولكن الفصحى حضرتك متميز فيها بما ان حضرتك في دار علوم. نعم بالضبط. حضرتك في فترة الدراسات العليا عاملها عن ايه يا فندم؟ حاليا في النقد الحديث. النقد الحديث بالضبط. ممكن تدينا فكرة ايه الفرق بين النقد العادي والنقد الحديث؟ والله هنا عايز اقول لحضرتك نقد عادي، مفيش حاجه اسمها نقد عادي. انا هنا النقد العادي ده راجل الشارع العادي اللي هو بينتقد اي موقف او اي شيء شافه ما هواش يعني او شاف حاجه مختلفه فبينتقدها فقط. لكن النقد الحديث اللي هو بيتعمق في القصيدة ومعاني القصيدة والألفاظ المستخدمة وغيرها من الأشياء الخاصة سواء بالشعر أو بالأعمال الأدبية ككل. اسمح لي أقرأ للمشاهد أستاذ عوض الإهداء اللي حضرتك كاتبه على الكتاب. تحت أمرك. أستاذ عوض السوهاجي كاتب: إلى أبي وأمي النهرين المتدفقين بالحب والأمل اللذين يدفعنني دائما إلى آفاق الشمس وإلى دماء شهداء ثورة 25 يناير وآهات المصابين وصرخات الأحرار الذين أشعلوا الفجر وأعادوا لنا مصر التي كانت مختطفة. هل العمل ده يا فندم وطني؟ هو في الحقيقة متنوع، يعني في بعض القصائد الوطنية وهي زي تاج الحب يا حلم، وبعض القصائد الأخرى أيضا هناك قصائد كانت أثناء الثورة: حلم الشهيد، الزفة العربية، عايز أموت، عايز أسافر، أشياء كثيرة جدا. وهو متنوع أيضا في عاطفي مثل بقربك قلبي جوايا، واسم الديوان وهو ما بين لحظة لؤى وفراق، وغيرها من القصائد المتنوعة. طب خلينا نسمع من أستاذ عوض قطعة من الشعر اللي باسم الديوان ما بين لحظة لؤى وفراق، وحضرتك اختار منها الأقرب إلى قلبك. طيب خلينا يعني نقول حاجة لأول مرة ربما أولها في الإعلام، وهي احكي يا شهرزاد. هذه قصيدة ربما تفهم بكل المعاني. بقول فيها: احكي يا ست الشهور يا شهرزاد، احكي عن أول لجة في أول معاد، ووصفي لي الكون كما عاش ملحمة لما ابتدت دجات قلوبنا بازدياد. ساعة ما دوبنا دوب يدوب همس المشاعر هز أوتار القلوب، معرفنا نبض قلوبنا رايح ولا عاد. واحكي يا ست الشهور يا شهرزاد، احكي عن عهد اتكتب جوه القلوب، وازاي نلاقي ضي الشمس في وقت الغروب، والضي ماشي في الضروب. بيحكي عن معنى الأمل، ويحكي عن جلبة عمل بنظرتين، لين كما حتة عجين، لين كما حتة عجين. والعشق دب في نفوسنا، وكان نفسنا نفضل كده متشوقين متجمعين، وكان نفسنا نفضل كده طول عمرنا متشوقين متجمعين، دايبين لجا ولا يجي يوم يفرجنا بعاد. واحكي كمان وكمان، احكي كمان وكمان، وقولي يا شهرزاد. نطق حضرتك ومخارج الألفاظ ما شاء الله، وده يشجعني أقول لحضرتك نفسي أسمع حاجة من حضرتك باللغة الفصحى. تحت أمرك. خلينا في حاجة
حاجة قصيرة علشان وقتنا، فدعيت إلى السلام، حاجة وطنية. اتفضل يا فندم. دعيت إلى السلام فقلت سلما، وما كنا نريد الشر يوما، ولكن إن أريد بمصر شر غزونا دونها قوما فقوما، فمن الله إذ غضبت نفوس لتبقى مصر يا أحباب أما، بني مصر انهضوا كونوا فداء، كفاكم يا جنود الأرض نوما، أتسقي مصر أرض الكون عطرا وتسقى بعد هذا العطر سما، أذيعوا في المسامع صوت مصر لتطرب مسمع النوام حلما، لترقى مصر بالأعلام مجدا وترقى سلم الأمجاد علما، وترقى سلم الأمجاد علما. الله عليك. شكرا. خلينا نعرف اكتر عن استاذ عوض السوهاجي ونعرف ازاي حضرتك بدأت الكتابة وايه اللي خلى حضرتك تتحمس انك تعمل ديوان. الحقيقة ممارستي لكتابة الشعر هذه كانت منذ الطفولة أو منذ 15 من عمري، وأنا في ثالثة إعدادي كنت أكتب كلام كثير ولكن لا أعرف ما الذي أكتبه، ولكن حينما عرضت على بعض معلمات اللغة العربية طبعا قالت لي إن هذا شعرا وهذا كلام جميل، ويعني شجعتني لكي أكتب أكثر وأكثر. بعد ذلك ربما التقيت بأستاذ المكتبة بالمدرسة وشجعني أن أكتب أكثر، وحاول بقدر الإمكان يضمني إلى نادي أدباء المحافظة، وبالفعل انضميت لهذا النادي وجمعية الثقافة من أجل التنمية، وصرت عضوا أيضا وداومت الحضور، وأيضا تطرقت إلى القاهرة وأنحاء القاهرة إلى أنني حصلت على أكثر العضويات في أكثر من نادي أدب وجمعية ثقافية. لحظة واحدة يا أستاذ عوض، حضرتك ذكرت أنك بدأ من المدرسة واللي ساعدك مشرف المكتبة. بالضبط، نعم. وحييه الحقيقة، عشان احنا دايما نطلع في الإعلام نقول العملية التعليمية يعني صعبان علينا ان مصر في، يعني احنا الحقيقة في مؤخرة النظم التعليم، ولكن ده نموذج ايجابي جدا اهتم بحضرتك، ولولا انه اهتم يمكن حضرتك ما كنتش اكتشفت ان جواك الموهبة اصلا. لا اطلاقا، بس هو كان شاعر يعني فهو شاعر، فلذلك هو تحمس هو تحمس للموهبة وحب ان هو يعرضني على الدكتور مصطفى رجب، كان استاذ جامعي، فطبعا عرضني على الدكتور مصطفى رجب، وبعد ذلك ايضا حاولت بقدر الامكان ان انا استمع واقرا للكثير من الشعراء لكي انمي هذه الموهبه. طب ما تيجي نسمع حاجه للطفل عوض السوهاجي، فاكر حاجه من ايام الطفوله استاذ عوض؟ والله هو اول منشور ممكن اقوله كان بيقول دنيانا جرحى. دي حاجة عامية، كانت منشور كده نشر في جريدة إقليمية. دنيانا جرحى لما حب فيها ولا فرحة، دنيانا قاسية والقساوة في قلوبنا طرحة، ليه الزمان قاسي علينا يدور وننسى أعز وأغلى ما لينا، نتوه في زحمة وما عادش في قلوبنا رحمة ولا نفتكر حتى أهالينا، حتى عبادة ربنا غابت ليه من قلبنا، غرقنا في مشاكل دنيا وظروف وسكننا في كهوف الخوف، وبقينا من حوالينا نشوف خيبة أمل ساكنة في عينينا، أملنا ببكرة ما يكونش امبارح، وأملنا حبيبنا ما يكونش جارح، وأملنا نعيش بقلب طيب ونطيب ونداوي المجروح ونسامح، ونداوي المجروح ونسامح. دي طبعا مكتوبة في فترة المراهقة. دي مش فترة مراهقة، هي فترة بداياتي يعني في ثالثة إعدادي بالضبط كنت بداياتي لكتابة الشعر. هي الفترة دي عموما بيتسم فيها صراع نفسي، وعادة بيبقى فيه لمحة شجن في الأطفال كلهم في الفترة اللي هي ما بين الطفولة والنضج. دائما كنت ألقب بالطائر ليل الحزين. ليه؟ هم دائما كده يعني هم. فرق معاك قوي ان حاسة السمع عندك هي المسيطرة على عوض السوهاجي؟ لا، على العكس، هي افادتني كتير جدا، لانني يعني استخدمتها
استخدام صحيح، بحيث ان انا استطيع ان استمع الى الكثير من المثقفين واحاول اتعلم منهم النطق الصحيح لمخارج الحروف، بالاضافه الى يعني دراستي في كليه دار العلوم جامعه القاهره. هذه زادتني يعني طبعا علما بمخارج الحروف وبالالفاظ وباللغه وبعلم العروض وغيره من العلوم الخاصه بالشعر والقصه القصيره. فرقت مع حضرتك بشكل ايجابي؟ طبعا يعني ده شجعني ان انا اكتب الروايه واكتب القصه القصيره، ويعني شجعني ان انا اكون ناقد، يعني بالاضافه لكده ان انا الان يعني في اغلب البرامج او غيرها بكون ناقد، واغلب الندوات اللي انا بحضرها دوت ازادني كتير جدا. ازاي نقدر نشجع حد عنده موهبه زي استاذ عوض السوهاجي ان هو يقدر يطلع على اخر الكتب؟ ايه الوسيله اللي بتساعد حضرتك انك تعرف كل ما يدور في الحاله الثقافيه في مصر والعالم؟ والله هو اولا يكون محب للثقافه والاطلاع والقراءه. ان كان محب وحابب ان هو يكون يعني حد مثقف بعد ذلك ويكون له مكانه ادبيه رائعه، اذا لابد ان يعني يقرا كثيرا ويطلع، وطبعا يطلع عبر الوسائل المختلفه، وسائل الاطلاع سواء كانت وسائل الكترونيه او وسائل مقروءه او وسائل مسموعه، مثل البرامج المختصه بالثقافه والادب بشكل خاص، وايضا الكتابات سواء كانت في صحف محليه او دوليه، وايضا يعني دائما يعني ندعو الشباب للقراءه. وهذه الكلمه يعني يمكن ربما تكون هذه الكلمه الاولى او الايه الاولى التي نزلت على سيدنا محمد، وهي كلمه اقرا. فنحن هنا يعني ندعو كل الشباب للقراءه، لان هذه القراءه يعني فيها غذاء للروح وغذاء علمي وثقافه متسعه من الفاظ اللغه وغيرها. استاذ عوض، ممكن تكون قادر على انك تنقد اعمالك؟ طبعا يعني اكيد اي حد يكتب عمل او اكثر قادر على انه ينظر الى هذا العمل بشكل النقد او بعين النقد، ولكن دائما احب ان ينقدني الاخرين. يعني انا دائما الاخرين هم مرآتي كما انا مرآة غيري. انا شايفه حضرتك كتله ايجابيه وبتشاع تحدي واراده وتفاؤل، واعمال كتير من اللي في الديوان ما بين لحظه لقا وفراق فيها هذا الملمح من شخصيه حضرتك. نعم، انتقي منها يا استاذ عوض وسمعنا حاجه قريبه لقلبك. عيشي صح. حياتنا ومهما بنجاسيها هنعيشها، يا مرسومة جوانا وفين احنا سؤال محتاج إليك الرد. فكر كده واحسبها بجد، هتشوف نفسك جزر ومد، عجل وجلب وجذب وشد. فكر فين جواك الحلو، تلقى الحلو كتير حواليه. فكر فيه، احلم انك تكبر بيه، تلقى القسوة اتقلبت ضحكة والدنيا حلوت في عينيه. شوف نفسك سنتين قدام، برمج عقلك على اقدام. اوعى تفكر في الاحلام على انها رمز الاوهام، لكن شوف ازاي تصنعها، تلقى الحزن انتهى ومفيش، بس تعيشها تحس قيمتها، يومها تشوف ازاي هتعيش، يومها تشوف ازاي هتعيش. نورتنا يا فندم. شكرا ونورت عقولنا وقلوبنا، وحضرتك شرف للبرنامج. ومعرض القاهرة الدولي للكتاب بتبقى فرصة ان احنا نلتقي باعمال متميزة زي عمل حضرتك وهو ما بين لحظة لقا وفراق. بدعوكم ان انتوا تتابعوا اعمال الاستاذ عوض السوهاجي. ليك صفحة على الفيسبوك يا فندم؟ اي نعم بالضبط، الشاعر والاديب عوض السوهاجي. ايضا هناك موقع عوض poets.tk. طبعا يعني انا يعني احب دائما ان التقي بالنقاد، يعني دائما من خلال الفيسبوك في فرصه للتواصل. وحضرتك عندك الوسيله المسموعه اللي ممكن تتصل بيها بالاخرين.
بشكرك جدا يا فندم، وصباح الخير عليك مرة تانية. كان معانا فقرة متميزة الأستاذ عوض